وسلم. نقف اليوم هنا جميعا وقفة غضب وسخط وقلوبنا يعصرها الألم اليوم، ونحن أمام استباحة جديدة للدم وجريمة بشعة ومروعة بحق المرأة والطفل لا تستوعبها الكلمات ولا تتحملها الجمل من هول بشاعتها وحقارة مرتكبيها ولؤمهم وإجرامهم الذي فاق كل تصور، وحقدهم الدفين على هذا الشعب وبالأخص على نسائه وأطفاله، ومن خلال سلسلة من المجازر الوحشية والمجازر البشعة التي نفذها وارتكبها خلال 4 سنوات من عدوانه الظالم وحتى يومنا هذا ونحن على مشارف العام الخامس في سياق جرائم القتل والإبادة الجماعية. شن طيران التحالف الشر السعودي الصهيوني أمريكي غاراته الهستيرية على منازل المدنيين في منطقة طلان في كشر بمحافظة حجة يوم الأحد في 10 مارس 2019، والذي أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا شهداء وجرحى جلهم وكلهم نساء وأطفال. واصفا تلك العملية الجبانة التي غدرت بنساء وأطفال يبحثون عن مأوى ليختبئوا فيه ويذود عنهم نيران حقدهم وشرهم، فيتحدثون في وسائل إعلامهم أنه بعد الرصد الدقيق والتعقب نفذوا عملية نوعية ودقيقة جدا استهدفوا فيها قيادات من المجاهدين، فانكشف زيفهم وكذبهم وبهتانهم من خلال تلك الصور التي أظهرت بجلاء أنهم كانوا يرصدون ويتعقبون أولئك النسوة والأطفال عن عمد وهم بالعشرات، حتى تأكدوا من أن جميعهم قد أووا إلى ذلك المنزل فأطلقوا عليهم صواريخهم فهدمت البيوت على رؤوسهم ومزقتهم إلى أشلاء متناثرة. ويبقى هذا العدوان الذي هويته القتل ثم القتل ثم القتل يتوجه بعدها لملاحقة سيارات الإسعاف ويكشف كل من يحاول الوصول إلى هناك لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين.